السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكيكة اللي شكلها خطير ديت بأقل التكاليف خالص، اقتصادية جدا جدا. تقدري تعمليها دلوقتي تفرحي بيها أولادك، وحاجة حلوة تقدري إن انت تعمليها بكل سهولة. وزي ما احنا شايفين قوامها بسم الله ما شاء الله. نبدأ مع بعض، بس في الأول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عندي هنا في الخلاط كوباية من السكر، وهنزل عليهم بكوباية من اللبن. طبعا اللبن ما يكونش خارج من التلاجة، يكون بدرجة حرارة المطبخ. ومعايا هنا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الأسباني عشان يديني لون كويس ومميز في الكيك بتاعي، يكون الكيك معايا غامق. هضربهم كويس جدا عشان اتأكد عندي ان الكاكاو اتفتت معايا كويس في المكونات السائلة. معايا هنا كوباية الا ربع من الزيت، ضفتهم وضربت الخليط تاني. بقى القوام عندي تقيل زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اخد منهم كوباية دلوقتي وهشيلها عندي في التلاجة علشان في الاخر هزين بيها معايا الكيك بتاعي. ودلوقتي في الخلاط تاني هبدأ ان انا احط معايا بيضتين، وطبعا البيضتين لازم يكونوا برضو خارجين من التلاجة. ما ينفعش في الكيك اخرج الحاجة من التلاجة واعملها، مش هتديني القوام المطلوب. وحطيت معايا هنا ظرف من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وضربتهم كويس في الخلاط. هنزل بالخليط بتاعي في الطبق اللي هعمل فيه الكيك، وهزود عندي كمان نص كوباية من اللبن. وهبدأ ان انا دلوقتي اقلب معايا الخليط كويس جدا عشان ادمج معايا اللبن في المكونات بتاعتي. وهبدأ ان انا اضيف معايا الدقيق. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ضروري ان ادخل معايا الدقيق عشان يديني القوام الهش بتاع الكيك. دلوقتي هبدأ ان انا احط معايا ظرف من البيكنج باودر كامل، وهبدأ ان انا بقى بالراحة كده خالص هقلب معايا المكونات زي ما احنا شايفين بكل سهولة. طبعا التقليب كل ما هتزيدي في التقليب كل ما هيخش عندك هوا في الكيك اكتر، فتطلع معاكي مرتفعة اكتر. دلوقتي في صينية، وهبدأ ان انا احط معايا نقطة من الزيت كده وادهنها معايا في الصينية كويس. وهنزل معايا الخليط وهدخل معايا الخليط في الفرن. طبعا الفرن انا مشغلاه بقاله 10 دقايق على درجة حرارة 180، درجة حرارة متوسطة. على الرف الاوسط دخلتها، وبعد ساعة الا ربع او 40 دقيقة عملتها بالخلة وطلعت معايا مستوية. طلعتها، واول ما طلعتها على طول معايا هنا نص كوباية من اللبن. هبدأ اسقيها معايا للكيك. طبعا ضروري جدا ان اخرم معايا الكيك زي ما احنا شايفين كده، عشان كل حتة في الكيك تقدر ان هي تشرب معايا من اللبن. طبعا اللي ما جربش موضوع اللبن اول ما الكيك تخرج من الفرن، ده مش هيعجن معايا الكيك ولا اي حاجة، ده هيخلي عندي الكيك زي طراوة، تكون معايا طرية اكتر. هي نص كوباية، انا مش محلية اللبن ولا اي حاجة، واللبن ساقع خارج من التلاجة، والكيك عندي خارج من الفرن. زي ما احنا شايفين كده الكيك معايا ما شاء الله هش وطري وجميل. هسيب عندي الكيك يبرد خالص. ودلوقتي هبدأ اجهز معايا كريم شانتيه. معايا هنا كوباية ونص من المية المتلجة، اقدر استبدلها عندي بلبن المتاح عندك. دلوقتي هحط عليها كريم شانتيه. انا معايا هنا كريم شانتيه دريم، فطبعا الكريم شانتيه دوت محلى بالسكر، فمش هعوز ان ازود معايا سكر. لكن في حالة لو انت هتستخدمي كريم شانتيه سايب، فهتحطي عليهم معلقتين كبار سكر بودر. انا حطيت هنا كوباية ونص من المية على كوباية من الكريم شانتيه، وهقلبهم كويس زي ما احنا شايفين كده لغاية لما القوام عندي يكون متماسك زي ما احنا شايفين كده، ما بيسيبش معايا المضرب الكهربائي. طبعا كل ما هتضربي اكتر كل ما تمسك معاكي اكتر. دلوقتي هجيب معايا كوبايه صوص الشوكولاته اللي انا كنت عاملاها، وهاخد نصها وهنزل بيه على الكريم شانتيه عشان اخلي عندي الكريم شانتيه يبقى لونه كاكاوي. فطبعا لو انت حباه يكون ابيض ففي المرحله دي مش هتحطي عندك الشوكولاته، لكن الشوكولاته هنا بتحلي من طعم الكريم شانتيه، وبرده فيها نسبه برده من السكر فبيكون قوامها مظبوط. دلوقتي هبدأ انزل معاه بكريم شانتيه كده على الكيكة، وهبدأ ان انا اوزعها كده كويس واساوي السطح بتاعها. طبعا الكيكة عندي هنا يبان يعني بعد ما اعملها يبان ان الكريم شانتيه عالي، هو مش عالي ولا اي حاجة. الكيكة لما هدخلها التلاجة بتشرب شوية من الكريم شانتيه، وكل ما بتقعد قوامه بيتقل وبيكون احسن. فيفضل ان انت تعمليها وتدخليها التلاجة فترة ما تقلش عن ساعتين. بقيت عندي كوبايه بتاع صوص الشوكولاته حطيتها في كيس زي ما احنا شايفين كده، وهبدا ارسم خطوط عرضيه على سطح الكيك. طبعا الطريقه سهله جدا جدا، احنا يعتبر عملنا كيك عادي على كريم شانتيه ما فيهاش اي حاجه خالص صعبه. بس كل الفكره في الاخر رسمتي بصوص الشوكولاته كده على الكريم شانتيه، واولادك هيحبوا شكلها جدا وهتشجعهم ان هم ياكلوها. ودلوقتي ابدا بقى ان انا اعمل بخطوط زي ما احنا شايفين كده، انزل بخطوط كده لتحت
وبعدين بالعكس دلوقتي هبدأ ان انا من كل كده مستطيل ارجع بالعكس بتاعه عشان اديله منظر الزجزاج اللي احنا بنشوفه دوت. اسهل من كده مفيش واحلى من كده مفيش. وقوام الكيك هنشوفه دلوقتي من جوه حاجة جميلة جدا، ما خدتش معانا وقت وشكلها حلو يفتح النفس، واوفر طبعا من بره بكتير جدا. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين شكلها من بره خطيرة، ومن الجنب زي ما احنا شايفين كده ده شكل الكيك وكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه زي ما قلت لما يقعد في التلاجة قوامه هيقل عن كده شوية وهيكون مناسب جدا. هدخله دلوقتي التلاجة وبعد ساعتين هطلعه ونقطعه مع بعض ونشوف هو عامل ازاي من جوه. طلعت الكيك وقطعته معايا زي ما احنا شايفين كده، نبدأ نشوفه من جوه عامل ازاي. طبعا هو من بره بسم الله ما شاء الله الشكل خطير جدا، ومن جوه القوام هش ولونه وطعمه حاجة فعلا تستحق التجربة. ما خدتش وقت ولا مصاريف ولا اي حاجة، عملت حاجة حلوة بأقل التكاليف، والطعم حاجة خطيرة والشكل بسم الله ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم قد ايه القوام من جوه هش وخطير جدا. طبعا كان لازم ان انا ادوقها، وان شاء الله تعجبكم جدا جدا لما تجربوها. طبعا عايزه لايكات كتيره على الفيديو وكومنتات اعرف رايكم في الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.